يا مساء الورد، يا مساء الحلويات، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده انا يعني اتحديت نفسي عشان اعمل القراءة ديت، وانا عارفة ان هي تنزل متأخرة، ولكن سامحوني لان في بياض هنا في البيت النهارده، فما كانش هينفع، وكام يوم الجايين بس انا مظبطة نفسي. قلت الحق بقى ايه النهارده كده. بدأت اظبط البرنامج تاني. يلا بينا. ماشي. قراءة النهاردة هاخد شوية رسائل من هذا الشخص بأول حرف من اسمه. تمام. طيب النهاردة مش هحط طاقات. النهاردة الطاقات هتكون جوه الرسائل، سامحوني، ولكن عشان القراءة قليلة شوية، بس انتوا عارفيني، انا قلت لكم بإذن واحد أحد يوميا هنزل قراية، عشان انا عارفة انتوا بتستنوا. كتير قوي منكم مستني القراية يسمعها قبل ما ينام. يلا بينا. المجموعة الأولى، أول حرف اسم هذا الشخص هو الحجر اللبني. شين جيم ميم ضاد خ ب ق زين كاف ط ظ ث عين. المجموعة التانية الحجر الأحمر، طبعا برضو أول حرف اسمه ر س غ ه لام ح د ص ذال نون ف واو ألف ي ت واحد اتنين. يلا بينا اهي المجموعة الأولى والحجر الأحمر. تمام. ماشي. أولا كده هاخد كارت أو اتنين ليكم انتوا. ماشي، هاخد كارتين ليكم انتوا كده. اولا اشوف طاقتكم برضو، عايزه تقول لنا ايه. اوكي. رومانس اند كونكشن، حلو قوي قوي قوي. ال ال الرساله ديت رومانس اند كونكشن. طيب تعالوا كده. هيلينج. هيلينج ورومانس اند كونكشن، يعني اعتقد انه في نوع من انواع الرومانسيه اللي ممكن تكون في طريقها ليكم دلوقتي. وهنا طاقتك انت بقى فيها ايه؟ الحقيقه طاقتك فيها استشفاء. يعني ممكن انت خلال الفتره الجايه تكون يعني بدأت حالة من حالات الاستشفاء. ويلا بينا كده، هم طبعا الكارتين. ماشي، يلا بينا كده نشوف رسائل هذا الشخص. اولا هاخدها من الاوركل، انا عارفه انتوا بتحبوا الاوركل ده، هاخدها من الاوركل وبعد كده نبدأ على طول رسايله. هنا بيقول لك we will be together again. هنا في الرسالة الأولى بيقول لك احنا هنبقى مع بعض تاني، وهنا بيقول لك unblock me. اوكي. رسالتين انا شايفة ان هما مش مهمين، بس لا، انا شايفة ان هما واضحين كمان. يعني هنا بيقول لك احنا هنبقى مع بعض تاني، وهنا بيقول لك شيل البلوك، ايا كان بقى هو بلوك طاقي ولا بلوك حقيقي. طيب يلا بينا كده. رسائل هذا الشخص ليك. اول حاجة نازلة الستور. اوكي. اول حاجة نازله له هنا هي الستور، وبعد كده الهيروفند، وبعد كده الايت اوف وان. مش عارفة ليه حاسة عايز يقولك ان الفترة دي ما هياش مريحة، هو مش مرتاح. مش عارفة ليه حاسة ان هو عاوز يقولك كده. بالفعل يعني واضح انه هنا حابب قوي انه يتكلم على آه شيء فقده، شغف، آه حاجة نفسه ان هي ترجع تاني. في حاجة تقيلة قدامه في طريقه للسعادة، أو لطريقه إنه يفتح قلبه، أو لطريقه إنه يكون في حالة شغف. هنا في الستار في أمنيات هو نفسه يحققها، كأنه بيقولك إنه بيمر بفترة مش هينة. هذا الشخص هنا كأنه بيقولك إن الفترة اللي هو بيمر بيها في حياته دلوقتي فترة صعبة. اوكي، أفهم أكتر كده. يا البيجي فاند، الكوين فاند، وبعد كده النايت اوف سورد. على فكرة انا حاساه هنا بقى بالذات بيقولك انه دلوقتي بيفكر فيك. حاسة انه هذا الشخص بيقولك انه بعد فترة سكوت او هدوء بدأ يفكر فيك تاني. يعني هو هنا كأنه بيقولك انا بدأت افكر فيك تاني، او انت بدأت يعني تبقى في دماغي تاني، او تيجي على بالي تاني. أه حاسة انه يعني شايفة كده الحياة. أه اسلوبه، الطريقة اللي هو بيحاول يفسر بيها
فيها شوق، فيها شخص بيرجع بذكريات لورا، فيها حد ممكن يكون عارف ومتأكد انك وحشه قوي، ومع ذلك مستني. عارف انت لما يقولولك مستني يعني الضربة الأولى، مستني الخطوة الأولى، مستني حاجة تحركه، معرفش ايه، بس أشعر كده وكأنه حابب ده يتشال، عاوز ده يتشال من الطريق. هنا في حاجة في طريقه، هنا في حاجة في طريق هذا الشخص. بس شفت الرسالتين اللي طلعوا في الأول من الأوركل، وهو بيقول لك فك البلوك، وهو بيقول لك احنا هنبقى مع بعض تاني. هنا دي طريقة تفكيره دلوقتي. يعني انت لو بتسأل على طريقة تفكير هذا الشخص دلوقتي، دي الطريقة اللي هو بيفكر بيها دلوقتي. اوكي، انت ظاهر هنا في طاقته، ظاهر في طاقة فيها شغف، وكأنه بيعيد ذكريات بينكوا انتوا الاتنين. كانوا بيقولك انا بفتكر اللي كان بينا، انا فاكر كل حاجة كانت بينا. واو. التريف سورت، بعديها الفايف اوف بنتكل، بعديها الايت اوف بنتكل، بعديها الايس اوف سورت، البيج اوف كاب، وبعد كده الله الماجيشن، و ماشي الفور اوف سورت والناين اوف سورت. الشخص ده بيحلم انه يتشافى. هنا في حاجات كتيرة قوي موقفة في طريقه، وحاسة ان منها حاجات ملهاش اي علاقة بيك. لانه بص يا جماعة، هنا الماجيشن، وهنا ايه الفور اوف سورت. شايفين الطاقات ديت؟ الطاقات دي جاية بعد قلبه اللي وجعه هنا، وكأنه بيقولك انا قلبي وجعني من الفراق دوت، او بعدنا عن بعض، او بعدي عنك، او بعدك عني وجعلي قلبي. خد بالك قوي من هنا. وهنا بصوا الموقف ده شكله يعني اشعر جسمي شويه، انه الاقي الماجيشن، وبعد كده فور اوف سورد، وبعد كده المعاناه اللي هو فيها زي كارت الناين اوف سورد، بعديه الفايف اوف وان. كل ده حاجات جواه، هو بيتمنى انه يعرف يجذب استشفاء لنفسه عشان ما يبقاش بيفكر بالشكل ده، او حواليه اللي حواليه دلوقتي ده. مش عارفه ليه حاسه ان هذا الشخص بيقول لك انا لو في المكان المناسب، او لو انا الشخص المناسب، او انت عارف ان انا مش الشخص المناسب، حاجة زي كده. وحاسة ان ده جاي من اشياء في حياته هو بيمر بيها، او حاجات موجودة في حياته عموما. حاساك عارف حاجة زي ديت. يعني انت كنت المحرك في العلاقة ديت، وحاسة ان هو عايز يقولك كده. حاسس يعني حاسة انه عاوز يقولك انه انت لما كنت بتقول يلا بينا نبدأ من جديد، كان هو بيبقى مبسوط قوي، ويبقى عاوز يبدأ من جديد في العلاقة. لما انت كنت بتقول خلاص انا هدي ظهري، كان بيبقى زعلان جدا وبس مستسلم انك بتدي ظهرك. هنا ده الوضع دوت حسسني بانك انت الشخص اللي كان متحكم تقريبا فعليا في التحركات وفي العلاقة عموما. وكأن ده حاجة، يعني كأن ديت حاجة هو عاوز يقولها هنا. آه اكتر حاجة واضحة هنا ان هو عاوز يبقى معاك تاني، زي ما كارت الاوركا الاولاني اظهر بالظبط، وهو بيقول لك فيه احنا هنبقى مع بعض تاني. دي حاجة. الحاجة التانية هنا حاساه من جواه كده في وحشة، في غصة، وهي من ذكريات عمال يعيدها في دماغه بينه وبينك. ودي حاجة مخلياه يشعر ان انت وحشه جدا. هنا السكس اوف وان ده جنبيها التري اوف بنتكل، والورلد، والايس اوف وان، السيفن اوف سورد، الفول، السكس اوف كاب، الهانجد مان، والشريط. انا بس عايزة اشوف طريقة التفكير. بس هنا الناين اوف بنتكل، الكوين اوف بنتكل، التاور، الهيرمت، و ماشي. عموما ايا كان مين السبب، لاني هنا انا مش عارفة ليه حاسة ان انا قدامي شخص. بصوا هنا كينج اوف سورد والكوين اوف سورد. يا الله، الكارتين اللي بقول لكم عليها على طول هما مش انسب كارتين يبقوا جنب بعض. هنا شايفة حد كأنه بيقول لك انه بيلومك على كل شيء انت عملته، بس مسامحك. انت عملت ايه؟ ما اعرفش، بس اشعر كده وكأنه عاوز يقول لك
ان الدنيا كان فيها توازن بينكم، بس انت كان عندك مطالب او كان في اشياء انت كنت عاوزها وهو ما كانش يقدر يعملها او ينفذها، او كأنه بيقولك انك اتلككت او في حاجات كتيرة انت كنت عاوزها، او كنت على طول بتحاول تحطه في خانة اليك. معرفش الحقيقة، انا حاساه هنا عاوز يعني يشتكيك لنفسك، وكأنه بيقولك انت كنت بتبيني قليل، او كنت بتبيني ضعيف، او كنت بتبيني صغير. مش عارفة ازاي. يعني احتمال مثلا هو شخص حساس، وانت لما كنت بتيجي تتكلم كان بياخد كل حاجة على نفسه. دي ابسط حاجة ممكن تخليه يقول كلمة زي ديت، او يحاول انه هو اللي بيقلل من نفسه. انا يعني انا مش فاهمة ليه هو آم، حطك هنا في الناين اوف بنتكل والكوين اوف بنتكل، وهنا اتطور بالشكل دوت. مش عارفة ليه هو حطك في الحتة ديت، الا انه يشعر كده من جواه وكأنه مش ستيبل، مش متزن، مش في الحتة اللي يقدر انه يقول لك او انه يبقى واثق فيها من نفسه. هذا الشخص ما اعتقدش انه بيثق من نفسه 100%. آه أمم، هو اللي قرر يبعد، ده واضح. وبيقول لك او عاوز يحسسك ان انت السبب في ده. آه عاوزك تقرب. الشخص ده لو فيه رسالة دلوقتي فهو بيقول لك تقرب. شفتوا الكارت لما بيقول لك انبلوك مي او فك البلوك؟ الشخص ده عايزك تقرب منه، وكأنه بيقول لك انت اللي تعمل الخطوة او انت اللي تبادر. او مثلا حاول معايا تاني. يعني مثلا لو انت كنت حاولت ودلوقتي بطلت تحاول تاني، هنا هو كأنه عاوز يجبرك. او مثلا لو انت عملت بلوك لانه ما ردش عليك كذا مرة او حاجة زي كده، فهنا كأنه بيقول لك يلا فك البلوك وحاول تاني وتالت وعاشر. ده مش غريب اللي هو بيعمله دوت، ما هوش شيء غريب، بالعكس اللي هو بيعمله دوت فيه حد بيحاول انه آه يتغلب على الوحشة اللي هو حاسس بيها، ويتغلب على الذكريات اللي جاياله اتجاهك واتجاهكوا انتوا الاتنين. يعني ذكريات حلوة بالذات في دماغه قوي دلوقتي. آم، فمش عاوز يطلع نفسه غلطان، لانه هنا هو عمال يلومك. هنا هذا الشخص عمال يلوم فيك، يعني هنا عمال يلوم فيك في حب كبير واضح من الوجع اللي في قلبه ده. واضح كمان انه هنا في نوع من انواع لو سيلف ستيم. يعني ايه؟ يعني ثقته في نفسه ما هياش افضل شيء. لما الشخص ده يجيب الميجيشن بالشكل دوت، بعديه فور اوف سورت، بعديه الكروت ديت، لازم تعرف هنا انه بيتمنى ان هو يستشفى من الحاجات اللي هو حاسس بيها في مشاعره. والمشكلة ان هو يكون بيحاول يعمل دوت بطرق مش كويسة. يعني ممكن يكون مثلا بيشرب حاجة، او عنده مشاكل، مشاكل متقلاه جدا للعلم. يعني مش عارفه ليه حاساك انت وكأنك بتقول لي انا عارف دوت. يعني واعتقد انت عرفت دوت كمان لما قربتوا من بعض اكتر، بدأت تعرف ان الشخص ده المشاكل اللي عنده مش انت السبب فيها، او ان المشاكل اللي حصلت في العلاقة او اللي كانت بتحصل في العلاقة مش انت السبب فيها بشكل مباشر. يعني طبعا انا عارفة القراءة قليلة النهاردة، بس زي ما احنا اتفقنا انا قلت مش هخيب ظنكم طبعا، واني لازم انزل قراءة حتى لو يعني الوقت مش طويل بتاع القراية. وحتى لو القراية حتى هتنزل بعد 11، قلت لازم انزل قراية. ليه؟ عشان ما اخيبش ظنكم في القناة طبعا، علشان ما اخليكوش تزعلوا، عشان انا عارفة ان انتم متوقعين قراءة يومية. اشكر المجموعة الاولى طبعا. اشوفكم بكرة ان شاء الله بقى في قراءة طويلة كده وممتازة. يلا بينا كده اهي المجموعة التانية.
التانية والحجر الأحمر. يلا كده أولا هاخد لكم انتوا كارتين وهاخد له هو كارتين. discernment، وانت هنا بدأت تلاحظ حاجة. طيب انت هنا بدأت تلاحظ شيء معرفش ايه هو، بس في حاجة بدأت تلاحظها. يعني هفهمك زي حاجة زي ايه مثلا. صديق او صديقة قدام، كان في خلافات كبيرة ما بينكم مثلا، وبعد كده كل واحد فيكم راح لحاله. بعد كده الصديق او الصديقة دول بيحاولوا يرجعوا لك تاني، بس انت اخدت بالك ان هم ما كانوش بيتصرفوا معاك بافضل شكل، وانت كنت متضايق جدا بوجودهم في حياتك، فقررت انك مش هترجع مثلا ليهم. او العكس، ممكن هم يكونوا عمل حاجة كويسة جدا معاك، ولما حاولوا يتكلموا معاك تاني وافقت انك تبدأ معاهم من اول وجديد. يلا كده. honesty and communication. طيب هنا في صراحة، وفي وضوح في الحوار بينك انت وحد. يلا كده. شوف هو كده عايز يقول لك ايه من الاوركل الاول. حلو. هنا بيقول لك you don't know how hard it was to let you go. بيقول لك هنا انك ما تعرفش قد ايه كان صعب عليه انه يبعد عنك او انه يديك ظهر. هنا حد بيقول لك ده فيوتشر، وهنا بيقول لك انه بيحلم بيوم في المستقبل يجمعكم ببعض، وان انتوا الاتنين تكونوا بتعملوا مغامرات مع بعض، بتغامروا سوا وبتروحوا وبتيجوا وهكذا. يلا بينا بقى. عايزة اعرف هنا ايه الرسالة ليك النهاردة. واو، اول حاجة كوين فن، في مغناطيس بيجذب حد ليك. ماشي، الكوين فن ده هي ملكة شغوفة جذابة، يعني هي مش شغوفة بس، لا هي جذابة جدا. ماشي. الجاستس التين اوف وند، كوين اوف وند معروفة ان هي ملكة مش جميلة بس ملكة جذابة. ماشي. الهاي بريست هنا دخل هو طرف تالت، واعتقد طرف تالت يا ام يا اب يا حد اكبر منه، يا حد شيخ او حد كبير. ماشي. وجنبه على طول ايه؟ جنبه التين اوف وند، صح؟ وهنا انتظار في التري اوف وند. اوكي. وهنا امبرس، وهنا النايت اوف وند، وهنا ايت اوف بنتكل. في حد موافقش على حاجة، يعني هل مثلا حد من اهله موافقش على الجواز او كده، وطبعا دي قصة كلاسيكية، يعني ده سيناريو كلاسيكي، يعني ممكن كتير منكم يبقى الوضع كده. ممكن شيء تاني، ممكن انه الشخص يكون عنده مشاكل، يعني الشخص اللي هو في حياة هذا الانسان عنده مشاكل ليها علاقة بالصحة مثلا العامة، او شخص كبير مش عارفة الحقيقة. حاسة في حاجة من الحاجات اللي منعاه هنا، هو بيتكلم بيقولك انا مستني الوقت المناسب. بص، انا مستني الوقت المناسب عشانك، او عشان ابقى معاك، او عشان ابقى قريب منك. وهنا على الهاي بريست، هنا التنفند هو بيحاول يقولك ايوه، اللي انا وانت فيه دلوقتي ده ما هواش عدل، او اللي بيحصل ما بيني وما بينك دلوقتي انا فاهم ومتاكد انه مش عدل. هنا كوين اوف وند جنبها جاستس، جنبها التين اوف وند، هو بيحاول يشرح لك وللعلم
هو ممكن الشخص دوت يبقى لبق وجميل وبيتكلم وصريح مع الناس كلها، يجي عندك ويقف، يبقى بيلقلق، يبقى مش عارف يقول ايه، يبقى مش فاهم ايه الوضع. آه الشخص دوت انا ممكن اوصفه في كلمة، هو عاشق الحقيقة. يعني شخص ممكن يقعد مع نفسه يفضل يحب فيك على نفسه كده. اوكي، هنا في حاجات كتيرة قوي في حياته هو عاوز يتكلم وياك فيها، واعتقد هو مش بس مستني الوقت اللي يقرب منك فيه، لا، اعتقد انه مستني اللحظات الملائمة اللي يقدر يفتح لك قلبه فيها ويتكلم معاك على حاجات انت ما تعرفهاش عن حياته. ماشي، النايت اوف سورد، التو اوف بنتكل، ماشي، التري اوف سورد، الفايف اوف بنتكل، الكوين اوف الكينج اوف كاب، جنبيه الكوين اوف سورد. اوكي انا فهمت، ماشي، فهمت. عارف ليه هو عاوز يتكلم، وعارف ليه هو عاوز يقول لك على الحاجات اللي انت متعرفهاش عنه في حياته وهكذا. لان انت هنا قدامه في يعني بص، هو هنا في الكينج اوف كابس. انا قلت لك ان هو شخص عاشق من الاول، من قبل ما نشوف اي حاجه يعني. دلوقتي شفنا صح، وانا شفت وانت شفت الكينج اوف كابس جنبيه مين؟ جنبيه كوين اوف سورد، صح. اتكلمنا كتير، قلنا كوين اوف سورد ما هيش افضل ملكه، صح. ده ممكن وضعك انت دلوقتي في حاجه مضايقاك منه قوي، ولدرجه انك بتقولي مش بس يا مريم الحاجه دي مضايقاني منه، لا، الشخص دوت هقولها disappointed you، يعني خذلك. الشخص ده خذلك، انت بتقولي كده، بتقولي انا ما اديتش ظهري الا لما حسيت ان الشخص دوت بلانين او بيخطط انه يدي ظهره، ما اديتش ظهري الا لما حسيت ان الشخص دوت متعمد انه يخذل. مش عارفه ليه حساك بتقولي كده. هنا بقى هو بيقولي ايا كان اللي حاصل انا بحبه، ايا كان اللي حاصل انا حاسس هنا بوجع الفراق وحاسس اني موجوع جدا، بس انا بحبه برضه، انا لسه بحبه، انا لسه عايزه. اذا انا قدام شخص هنا مش بينكر ان اللي هو عمله، يعني هو مش بينكر اللي هو عمله، بس عاوز، عارف انت لما حد يبقى واقف عاوز يقولك ايوه ماشي اوكي، انا عارف ان اللي حصل مش عدل، بس انا عاوز افسر او اقولك ليه انت شايفه كده، وهقولك يعني ليه انت شايف ان اللي حصل مش عدل، وليه اللي عندي عشان اقوله لك مهم جدا وهيغير طريقة تفكيرك اتجاهي واتجاه العلاقة ديت. وكأنه هنا عاوز يقولك ما تلومنيش، احنا بني ادمين، ما تلومنيش، انت ما تعرفش اللي بيحصل في حياتي، انا منتظر ان الدنيا تظبط او ان الوضع يهدى، وساعتها هتبص تلاقيني قدامك، هتبص تلاقيني بحكي لك كل حاجة، وفي حاجات معينة انت ما تعرفهاش هقولها لك، ولو كنت بتحبني فعلا هتستمر معايا داخل هذه العلاقة حتى بالحاجات اللي انا هقولها ومش هتعجبك او مش هتريحك، الله اعلم هو بيتكلم على ايه. بس ربما حاجات انت تلاقيها فيها موانع من الاستمرار، معرفش ايه هي الحاجات ديت، بس اعتقد هذا الشخص هيحطك في حيرة كبيرة جدا. الحيرة ديت هتبقى ما بين حبك الكبير ليه، ما بين الاشياء اللي انت شايف ان هي موانع، لان الموانع ديت هتبقى بالنسبة لك انت، بالنسبة له هو مفيش اي مانع، بالنسبة له هو يلا ها انا عايز اشوف بقى هل انت لسه بتحبني وعايزني، ولا الحاجات اللي انت شايفها موانع ممكن تمنعك عني، ها يلا اتفضل قول. واعتقد فعلا في اللحظة ديت انت هتبقى مرتبك وهتبقى في حيرة وهتبقى مش عارف انت عاوز تعمل ايه. واعتقد الاسترينت هنا مع البيشوب بنت كانت الطريقة هنا اللي هو هيسيبك تفكر بيها، وكأنه بيقولك انا هقولك اللي عندي كله وهسيبك تفكر في اللي انت عاوز تفكر فيه، خد وقتك، شوف اذا كنت لسه يعني وجودي في حياتك هيشعرك بالسعادة ولا لا، شوف انت عاوز ايه. انا مش عاوز اكون الشخص اللي بيخنقك، او مش عاوز اكون الشخص اللي مخليك ماشي كأنك بتلعب استغماية مش شايف قدامك. انا عاوزك تعرف انت عاوز ايه كويس قوي قبل ما نخطو اي خطوة داخل هذه العلاقة. حاسة ان هذا الشخص بعيد وعارف ان العلاقة ممكن تفضل واقفة لحد ما هو بنفسه يعمل الخطوة، لان هو شايفك في الكوين اوف سورت، يعني شايفك الشخص اللي عنده قرارات مهمة أخدها، ومنها قرار الابتعاد مثلا، أو قرار إنه
مش حابب ابدا ان هو يبقى في علاقة يدي فيها بس، وهو ده انت خفت على كرامتك، كبريائك مهم، انت شخص حساس بس يعني اديته فرصة. يعني هنا انا شايفة انك اديته وقت واديته فرصة، ولكن ربما لانه ما اتكلمش في كل اللي المفروض ان هو يتكلم فيه، ده اخد وقت كتير قوي، فده اللي ضايقك. حسيت ان هو عاوز يدي ظهره، حسيت ان هو بيخطط. وبرضه خد بالك ان دوت ممكن يكون السبب في انه هنا بيقولك لازم تسمع اللي عندي، لازم اقولك على كل شيء. انا عايزه اعرف ايه ممكن يكون اللي هو مخبيه. هنا الفول، هنا السيفن اوف بنتكل، الفول والسيفن اوف بنتكل برضو صبر هنا. يعني سيفن اوف بنتكل مش بعيد ابدا عن التري فوند، مش بعيد، لا مش بعيد عن التري فوند. هنا في انتظار برضو، في صبر يعني. وهنا الفول في جراءة، في شجاعة. بيقول لك انا شخص جريء، انا شخص شجاع جدا، بس انا لازم استنى. طيب تعالوا كده، ايه ده؟ اوكي، الكروت دي حلوة، شايفين؟ ماشي. اوكي، الكروت دي مهمة قوي، لان انا شفتكم انتوا الاتنين جنب بعض في كذا كارت. طيب في حاجات ما قالكش عليها، وممكن انت لما هو يقولك عليها انت تعتبر دوت شيء مش كويس ان هو يخبيه، او ان هو ما يقولوش. والحقيقة هو لو كان قالك على اللي هيقوله دوت من الاول، انت ما كنتش، ممكن لكتير منكم ما كنتش هتقبل انك تكون معاه. انا معرفش ايه هو قوي، بس ربما ده شيء ليه علاقة ب حياته الشخصية الخاصة، احتمال كبير. واحتمال يكون حال أسرية، الأهل، العيلة، حاجة كده يعني، حاجة في حاجة هو شايف انك ممكن ما توافقش، او انك ممكن تمانع، او آم، هو كذب في الاول فمكسوف ان هو يقول لك الحقيقة دلوقتي، او خجلان من انه يقول الحقيقة دلوقتي. دي حاجة برضو من الاحتمالات يعني. تعالوا كده اخد لكم كارتين منه برضو، لان انا حسيت ان احنا لسه هنتكلم كتير الحقيقة في المجموعة التانية، لان هذا الشخص سوسة ومخبي حاجات، في مفيش وقت النهارده، فقلت ايه، الحق نفسي بدل ما استرسل في الكلام. قلت لا يا عم، يلا بينا نمشي. اوكي، ايوه انا بتكلمكوا انتوا على فكرة. يلا بينا كده. انتوا متعرفوش ريحة البياض خنقة؟ انتوا متعرفوش خنقة دي المفروض ما كنتش اصور النهارده خالص، ولا حتى ال 30 دقيقة دي. بس قسما بالله انا عاملة كده عشان ما تزعلوش، وربنا وحده عالم يعني. ماشي، يلا كده يا ولاد، يلا يا بنات، اخد لكم كارتين 3 كده منه. المجموعة بقى الأولى ما تزعلش مني وتقول لي انت خدت لنا كارت مرة واحدة. يلا كده. في تغيير كمان في الحروف النهاردة شوية، احتمال يعني، مش عارفة لسه. ماشي، تعال نشوف كده الكارت ده. هنا بيقولك انه بيستخبى خلف الأشياء المادية. ماشي. وهنا بيقولك I want you، أنا عايزك. تعالوا كده نشوف هيقولك ايه هنا. You are perfection. هنا الحقيقة هذا الشخص بيحاول انه يقولك انك كل حاجة هو عايزها. ماشي، احنا عارفين طبعا انك تكون بيرفكت او انك تكون كامل، دي مش حقيقة، صح؟ مفيش الكلام دوت يعني، احنا بني ادمين طبعا. لكن ان الشخص اللي بيحبك يشوفك كامل، دي بقى اللي هي ايه، ايدياليستيك. يعني ايه الايدياليستيك؟ ان انت تشوف الشخص اللي بتحبه احلى شخص في الكون. عارفين انتوا ده بالظبط اللي هو هنا عاوز يقوله لك. هنا بيقول لك I want you، هنا بيقول لك انا عايزك، وهنا بيقول لك انه بيستخبى خلف الاشياء الماديه. مش عارفه معنى الكارت ده ايه. بس تعالوا كده ناخد لكم كارت من هنا.
برضو هنا هذا الشخص هنا بيقول لك انت ميستيريس، يعني ممكن مش فاهمك، وهنا بيقول لك دي مش كلمة وداع، وهنا بيقول لك ان انتوا الاتنين هتبقوا مع بعض تاني. بشكر المجموعة الاولى والتانية، اشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.